البرنامج نحن لا نجامل أحد والله كائنا من كان. الموقف الرسمي المصري مش هزيل فقط، أكثر من هزيل. شو رأيك؟ تفضل علق سيد صالح. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ناشط مصري يردد عاش السيسي وتحيا مصر، فيأتيه الرد من الصحفي التونسي صالح الأزرق بالثقيل. يعني الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس. الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس. يعني اللي راه يعاون في خوتنا راه باين، واللي ما راهش يعاون في خوتنا راه باين. كما يقول المثل الجزائري: ما نقدروش نغطوا الشمس بالغربال. هيا نشوفوا مع بعض. يقال عرفات من مصر، مساء الخير. عرفات النور يا سيد صالح. يا هلا بيك. عودا حميدا. شكرا لك. وحشتنا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ويقول: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أحزن كل الحزن. أنا يعجبني الإنسان اللي يبداها بالدين وكيفاش يكملها الله أعلم. شوفوا، حينما يتكلم معك من لا يعلم أي شيء فيما يتكلم عنه. السادة الذين يتكلمون لا يراعون الله إلا ولا ذمة في أي حاكم عربي، وكأنهم يعلمون السياسة، وكأنهم يعلمون كل شيء، وكأنهم يعلمون أن هؤلاء القادة لديهم من الطائرات والصواريخ وقاذفات القنابل عرفات. دعك من التعليق. هنا راه يشرع على الدول العربية الأخرى اللي عندها السلاح وعندها كذا وكذا كذا، كيف زعما ما تتدخلش. راه يبرأ يعني بطريقة غير مباشرة في مصر. دعك من التعليق على الآخرين. أعطيني أنت ماذا لديك. جيشكم أنت تعرف ترتيب الجيش المصري ولا لا؟ أمال إيه؟ طبعا. عالميا الرابع عشر أعتقد. لا ده 11. طيب 11 أحسن، خير وبركة. يعني أين مصر وأين جيشها مما يجري؟ يعني معبر مش قادرين تسيطروا عليه يا رجل، وتقول لي ترتيب جيشنا. والله يا كما قلت لكم الأمور يعني أصبحت واضحة وضوح الشمس. كيفاش عندك الجيش الأولى عربيا وعلى ما أعتقد إفريقيا و11 عالميا، ما قدرتش تكسر الحصار على خوتنا. ما فائدة ذلك الجيش أصلا؟ ما فائدة ذلك الجيش وما فائدة يعني الافتخار بهذا الجيش؟ كما نقولوا احنا في الجزائر: خضرة فوق طعام. 11 بالله عليك عرفات، وانت دائما تستشهد بآيات قرآنية، خليك مرة معي صافي لله. يعجبني صالح. ما قيمة أن يكون جيشي ترتيبه 11 وأنا لا أملك القدرة في السيطرة على معبر رفح، وأن أحذر المحتل الصهيوني من مغبة أن يقصف سيارة تحمل المساعدات. والله لو تكلم النظام المصري كائنا من كان، السيسي أو غيره، وقال حذاري سندخل عشرات القوافل، وحذاري للمحتل الصهيوني أن يطال أي قافلة بسوء، لا أدرك هذا الكيان المحتل بأن الأمر جد، وبأنه عليه أن يحترم. ما يقدرش يقولها يا صالح، ما يقدرش يقولها يا سي صالح. يا حسراه على يامات معمر القذافي، ويامات صدام حسين، وأيام ياسر عرفات وهواري بومدين. يعني على الأقل الجزائر راهي تتكلم. يعني الرئيس عبد المجيد تبون الجزائري راه يخرج ويقول لك نحن مع فلسطين وكذا، ويعلنها على العلن، وتحية لخوتنا في اليمن. شكون أيضا المهم مازال كاين رجال في هذا العالم، ولكن وحدهم ما يقدروا يديروا ولا شيء. كيفاش انت مصر حذا خوتنا ما قدرت تدير والو، جيت تكلمني على الجزائر وتكلمني على كذا، وعلى مصر، على تونس، وعلى كذا وعلى كذا. ولكن مصر خاضعة، مصر مهادنة كما يقول البعض، وهذا كلام الناس مش كلامي. وجيش مصر هذا الترتيب 11 لا وزن له، لأنه أنت حتى لو كنت الأول وأنت مش قادر تسيطر على معبر، ما الفائدة؟ جاوبني بربك ودعك من المجاملات ومن الإطراء ومن الطبطبة على ظهر النظام. اتكلم بشكل مخلص أمام رب العالمين. تفضل.
سيد صالح هتعطيني الفرصة كاملة زي ما أعطيك ولكن باختصار يعني لأنه الناس تنتظر. يعجبني صالح، يعجبني. لا، ما هو لابد من توضيح الحقائق حتى لا يكون يعني لا الحقائق الناس كل تعلمها. أعطيني رأيك، أعطيني رأيك. الحقائق يعني شو راح تعطينا أسرار الدنيا؟ تفضل. ما أنا بقول لك يمكن أنا مغيب يا سيدي، اسمع لي. تفضل. مصر يا سيد صالح، هذا الشخص راح يحاول يبرأ السيسي، ويحاول يبرأ النظام المصري، ويحاول يبرأ الجيش المصري باللي هو ما عنده حتى علاقة. كيفاش راك لاصق مع فلسطين محمد وجيت تقول لي انا يا ما قدرتش ولا راني نعاون؟ والشعب المصري هو اللي راه يعاون، الشعب المصري شقيق هو اللي راه يعاون، هو اللي راه يرسل المساعدات، وهو اللي راه يدير كذا وكذا وكذا. ما كانش ما تقوليش انا يا النظام المصري راه يرسل في المساعدات ولا راه يدير ولا كذا ولا كذا. النظام المصري ما يقدرش اصلا يفتح معبر رفح. السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن رسميا بأنه مصر قدمت إلى الأخوة في فلسطين 11,200 طن، وهذا يساوي 80% من مجموع ما دخل إلى غزة حتى اليوم. 193 دولة العالم دخلوا 3000 طن، مصر وحدها دخلت 11,200 طن. حتى نحن لا الله يخلف على الشعب، على أهالي سيناء اللي تبرعوا من جيوبهم ومن مال أبنائهم. الشعب المصري عظيم. نتحدث على موقف رسمي هزيل، ودعني يعني في هذا البرنامج نحن لا نجامل أحد والله كائنا من كان. الموقف الرسمي المصري مش هزيل فقط، أكثر من هزيل. شو رأيك؟ تفضل علق. سيد صالح لو لم تعمل إسرائيل والدول الأوروبية وأمريكا 1000 حساب لمصر أقسم بالله لكانت غزة جميعها في سيناء اليوم. والمؤتمر البرلماني المصري انعقد هذا يا بربك يا عرفات، ما يا عرفات ما ترفع الضغط في داخلي الله يهديك. يعني خلينا يعني دائما نحترم بعض. يعني ماذا ترك في ميزكم؟ قال كلمة في ميزكم. يعني مصر لما منعت يعني خوتنا الفلسطينيين من دخول سيناء، يعني خوفا على فلسطينيين ولا كيفاش؟ اكيد خوفا على مصر من الاحتلال وتطور الازمه الى مصر ودخولها الى مصر، ويصبحوا اليهود يطالبوا باراضي سيناء ويقول لك انت عنا واحنا اللي تهنا فيها 40 سنه وكذا وكذا وكذا. يعني النظام المصري خائف على فلسطينيين، هذه لا يعقل. خائف على اراضيه، كي يكملوا مع فلسطينيين يدوروا لمصر، يقول لك كملوا معاها، دوك يكملوا معاهم ويجوا عندنا. هذا هو السبب الحقيقي اللي راه مخلي مصر خائفة على مصالحها. المحتل الصهيوني لم يفعله بأهالي غزة. تقول لي أنت لولا مصر لفعل. يا رجل دمر الدنيا، دمر المستشفيات، دمر المدارس، يعني قتل الناس وهي على أسرة المرض. يعني ماذا تبقى يا رجل؟ بربك يا عرفات، وأنت دائما تستشهد بالقرآن العظيم. شوية احترام للجمهور الذي يتابعك الآن. تفضل. ما هو دائما شوف، انا لغايه الان ما مش عارف اقول جمله على بعضها وانت بتقطعني لانك تستفزني يا رجل بكلامك. لولا شو عملت مصر؟ يعني ما هي مش قادره تدخل شاحنه الا باذن اسرائيل، وبدون ان يعني المحتل الاسرائيلي يفتش شاحنات تدخل من مصر. بربك هذه سياده مصريه، هذه سياده مصريه. اعطاها الخلاصه صالح الازرق. انا يعجبني ديفوا صالح الازرق، يعني ما كانش النفاق، ما كاينه لا. أنا بالنسبة لي كرأي شخصي، يعني النظام المصري ما دار والو، والله ما دار والو من خوتنا في فلسطين، ما دار والو. يعني تحية للشعب المصري اللي راه يطيح وينوضوا، الجمعية المصرية يطيحوا وينوضوا باه يدخلوا المساعدات ويلموا والمؤونات وكذا وكذا الخوتنا. ما النظام وكذا وكذا ما قدرتوا ديروا والو. كيفاش عندك جيش الأول في العالم، الأول عربيا والأول في كذا، ما قدرتش تتفك غير الحصار، جيت تقول لي انا يا كذا وكذا كذا. ها خلونا. السلام عليكم.